تخليش الفيديو يلهيك عن صلاتك، لأن محدش هينفعك وقت الحساب. وهم قاعدين بتدخل عليهم ماي بهدوء وبتعتذر إنها بتقطع قعدتهم. جارو وأتباعه بيستغربوا وجود بشرية في مكان زي ده. ماي بتقدم نفسها بكل احترام وبتقول اسم ماي وأنا بخدم سيدي لايت. جارو بيتصدم لما بيسمع اسم لايت. ماي بتكمل خطتها وبتقول إن سيدة لايت شخصية من سلالة نبيلة مهمة وإنها كانت بتدور عليه في كل مكان، ولما عرفت إنه انضم لفريق مغامرين ومات في الهاوية بتكون عايزة تروح تشوف مكان وفاته بنفسها، وبتطلب من جارو بما إنه كان معاه إنه يكون مرافقة في الرحلة دي. جارو بيبقى شاكك في كلامها، سلالة نبيلة الواد التافه ده، لكن ماي بتقدم له صندوق مليان سبائك ذهب كمقابل لمساعدته. جارو واتباعه عينيهم بتبرق من مظهر الذهب. جارو بيفكر لا يكون ده فخ، يا عم حتى لو فخ مجرد بنت بشريه واحده مش هتعمل لي حاجه، انا اقدر اقضي عليها بسهوله. الطمع والغرور بيعموه. جارو بيوافق وبيقول لها انه هيساعدها مش عشان الفلوس لا سمح الله، لا، لكن عشان لايت كان زي اخويا. هو بيقول الكلام ده بيفكر في خطته الشريره، اوصلها للمكان اللي مات فيه وبعدها اخد وشها الجميل ده واحطه فوق قبر لايت. انا متحمس قوي مش قادر استنى. جارو بياخد مية مجموعه من اقوى رجاله كلهم فوق مستوى ال 130 وبينزلوا الهويه. بيوصلوا لنفس المكان اللي خانوا فيه لايت. باي متمثل الحزن وبتقول يعني هنا مات سيدي لايت. جارو بيكمل تمثيليته وبيقول انه حزين جدا لانه ما قدرش يحميه. فجاه ماي بتغير نبرتها وبتقول تفاصيل محدش يعرفها غير الخونه. يعني انتوا جبتوه هنا في الزنزانة وتخمن حسالة حقيرة واتضرب لدرجة انه كان هيموت؟ انا لو كنت موجودة قبل ما يحصل كل ده لكنتوا تتمنوا الموت بدل اللي عملوه فيكم. جارو بيتجمد مكانه، ازاي عرفت التفاصيل دي؟ يصرخ فيها وبيسألها انت مين وشغال حساب مين؟ ما بترد عليه بتهديد ولاقي بالكامل لسيد اللايت، ولو انت مصر انك تهني كخادمة ساعتها هنكتشف مين فينا الفاسد من جوه، وده بعد ما معاك يكون على الارض. جارو بيحس برعب حقيقي لاول مرة في حياته من مجرد نظرتها. في اللحظة دي بيظهر صوت من العدم، ايه دي يا ماي؟ جارو فارست انا. بيظهر لايت بنفس شكله من 3 سنين. جارو مش بيصدق عينيه، انت مش مت؟ لايت بيرد عليه، لا يا صاحبي انا هنا عشان اخد حقي منك بفايده 3 سنين. جارو بيستعيد ثقته بسرعه لما بيشوف ان مستوى لايت المعروض هو 15 بس. بيضحك وبيقول بشري تافه زيك مستوى 15 جاي عشان ينتقم مني انا اللي مستوايا 150؟ انا عمري ما كنت ممتن لغباء البشر زي دلوقتي. وبيأمر رجاله يقطعوا حتت، لكن قبل ما يتحركوا ماي بتتحرك بسرعه البرق وبتقطع راس 2 من رجال جارو بلمح البصر. جارو بيتصدم وبيقول ان دي كانت هجمه قدرته فيها. لايت بيسخر منه بيقول له لسه ما اتغيرتش بعد السنين دي كلها؟ لسه مقتنع ان البشر اقل منك؟ جارو بيغضب وبيهاجم لايت بنفسه، لكن لايت بيتفادى كل ضرباته بسهوله وبيسخر منه. جارو بيوصل لقمه غضبه وبيستدعي ورقته الرابحه ووحش اسمه وحش فنين السحري مستوى 500. بيأمر الوحش يطلق اقوى هجوم عنده على لايت وهو عوائل الوحش السحري المشتعل. الهجوم بيعمل انفجار ضخم، لكن لما الدخان بيروح لايت بيكون واقف مكانه من غير خدش واحد. بيقول بالسخريه ده اسم كبير قوي للهجوم، كل اللي عمله انه عمل شويه تراب، مش مكسوف من نفسك؟ جارو وقتها بيصاب بالجنون ولايت بيقول له تسميه الكلب بتاعك فرنير هيدي الناس انطباع غلط، خليني انا بقى اوريك الحقيقي. لايت بيستخدم قدرته وبيستدعي كارت نادر جدا، الذئب البدائي فرنير وحش مستوى 9000. فرنير بتاع لايت بيقضي على فرنير بتاع جارو في ثانيه واحده. جارو بينهار تماما. لايت بيوري له مستواه الحقيقي 9999. جارو بيصرخ ان ده مستحيل وان البشر اقصى مستوى ليهم 100. لايت بيشرح له لابس صور الشباب اللي بيوقف نموه عشان يفضل فاكر الالم والغضب واليأس بتاع اليوم ده. جارو بينهار على الارض وبيترجى لايت يسامحه وبيحاول يرمي اللوم على رجاله وعلى الاوامر بتاعه الاتحاد. لايت بيساله عن المايسترو لكن جارو ما يعرفش اي تفاصيل مهمه. بعدها لايت بيساله سؤال اخير، بما انك شفت قوتنا بقى هل تفتكر ان ممكن نكسب لو بدانا حرب ضد عالم السطح؟ جارو هو مرعوب بيجاوب بصدق ان قوه لايت مرعبه، لكن دول العالم قضت سنين بتجمع اسلحه ودروع وادوات خاصه وممكن يواجه صعوبه لوحده. لايت بيقول ده بالظبط اللي كنت متوقعه. بعدها بيستخدم قدرته وبينقل جارو مملكته في الهوية. جارو بيلاقي نفسه قدام جيش لا نهائي من الوحوش والكائنات الأسطورية اللي جمعها لايت على مدار 3 سنين كلهم بمستويات مرعبة. لايت بيسأله تاني ودلوقتي بقى قول لي هل عندي فرصة كويسة أكسب لو رحت أحارب دول السطح؟ جارو بيبص له وهو مصدوم تماما ومش قادر ينطق. لايت بيقول له وشك بيقول لي كل اللي محتاج اعرفه، مبروك كسبت جايزة انك تتعذب في ألم وياس أسوأ من الموت. جارو بيردد في رعب احنا اللي خلقنا الوحش ده، هو ممكن ينهي العالم في لحظة، احنا انتهينا خلاص، ده عبارة عن سيد الدمار. الحلقة بتنتهي ولايت بيعلن بداية مسيرته من الهوية للسطح وبيقول ان العالم عنده فرصة يثبت هو يستحق ايه، العيش بسلام ولا الموت واليأس. جيش الضخم بيبدأ يتحرك طالعين من الضلمة للنور في بداية حرب الانتقام اللي هتغير شكل العالم. وفي نهاية الفيديو يا عزيزي، فيديو الانمي اللي انت بتشوفه ما هو الا خيال في خيال وبس. سلام.